النهاردة هنعمل صور ستيكس في منتهى اللذاذة. الصور ستيكس دي احنا عاملينها من الكركديه. هنتعرف دلوقتي ونعرف ازاي هنحول الكركديه لصور ستيكس او كاندي زي ما انتوا شايفين كده. هتطلع في منتهى اللذاذة والجمال، هتخلي الولاد يستغنوا عن الصور ستيكس اللي هما بيشتروها جاهزة من بره من حلاوتها ولذاذتها. بصوا المطة واللون والشكل والطعم بجد تحفة. هتفكركوا كمان بالشعرية بتاعت زمان اللي كنا بنشتريها من المدرسة. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا أنا ريهام، لايك وشير للفيديو كتير عشان يوصل لأكبر عدد، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. معانا كوباية وربع من المية، هننزل عليهم بمعلقتين كبار من الكركديه، هنحطهم على النار يغلوا كويس مع بعض جدا لحد ما ينزل الكركديه الفايدة بتاعته ولونه في المية. تمام، هنطفي النار ونسيبه يبرد خالص. هنا بعد ما برد هنحط عليه 3 معالق كبار من السكر. انا حطيت معلقة جيلي. الجيلي ده من عندي يعني هتخلي طعمه حلو زي بتاع بره. تمام، وهحط عليه نص معلقة صغيرة من ملح الليمون و5 معالق كبار من الجيلاتين. وتأكدوا من الجيلاتين بتاعكم يا جماعة قبل ما تعملوا الوصفة. اي وصفة هندخل فيها جيلاتين نتأكد من الجيلاتين الاول، وهقول لكم تتأكدوا منه ازاي. وهنحط كمان هنضيف معلقة من عسل الجلوكوز، او ممكن نستبدلها بمعلقة من العسل الابيض. تمام، وهناخد بقى الكلام ده كله كده ونقلبه على نار هادية جدا جدا لمدة نص ساعة مع تقليب مستمر. تفضلي تقلبي لمدة نص ساعة. هنعمل الخطوة دي ليه؟ عشان هي دي اللي هتدينا المطة اللي موجودة في الساور ستيكس الجاهزة. وانا حطيت جيلي الفراولة زي ما قلتلكوا عشان يخلي طعمها حلو زي الجاهز واحلى كمان. تمام كده، الجيلاتين بتاعنا عشان نتأكد منه ان هو كويس بناخد المعلقة نحط عليها 3 معالق من المية. لو لقيناه جمد بسرعة يبقى كده الجيلاتين بتاعنا تمام اوي زي الفل. هنا القالب بتاعنا اللي هنحط فيه الخليط بتاع الكركديه، دهنته بالزيت. تمام، وفضيت فيه الخليط بتاع الساور ستيكس، وهحط الباقي في قوالب زي كده. يعني انتوا ليكوا كل الحرية، مطلق الحرية، يا تعملوها زي كده ساور ستيكس يا اما تعملوها كاندي زي اللي عملناها قبل كده من الجيلي اللي هي الجيلي كولا. فاكرينها؟ اللي ما شافش الفيديو يرجع يشوفه. تمام، هنحط حبة هنا في الكيتي وهحط حبة في القالب السيليكون اللي هو على شكل قلب ده. ومفروض يعني مفروض لو احنا الجو بتاعنا طبيعي كده وابن حلال مش حر زي ما احنا عايشين كده ربنا يرحمنا، هنسيبها في حرارة الجو عادي تجمد. تمام، انا دخلتها التلاجة ساعتين، ممكن تسيبيها لتاني يوم زي ما انتي عايزة. تمام، هندخلها التلاجة بقى وهرجع لكم. بجد احلى واطعم من اللي بيشتروها الولاد من بره، وحاجة نظيفة وعارفين معمولة من ايه. ويعني مش هقول لكم اكيد على فوائد الكركديه، اكيد كلكم عارفينها، واللي ما يعرفش فوائد الكركديه يكتب، يعمل سيرش عنه ويكتب. بصوا المطه بقى بتاعته، شايفين المطه دي جت ازاي؟ دي نتيجه ان احنا حطيناها على النار لمده نص ساعه مع التقليب المستمر. هناخد المطه الحلوه دي اللي احنا بنشوفها في الساور ستيكس الجاهزه، حاجه عاملينها في البيت وعلى نظافه وضامنين احنا عاملين ايه بالظبط لاولادنا، وحاجه مفيده كمان. بس هنا هو انا بقطعها، بصوا الجمال. انا بعمل واحدة كده بوريكم بتمط ازاي، راحت طايرة من ايدي. بقى عندنا صور ستيكس وكاندي في منتهى اللذاذة والجمال، وحولنا الكركديه لصور ستيكس في منتهى الحلاوة. بجد جميل وحلو قوي، والبنات اصلا اتجننوا عليه، وهيبقى احسن لكم واضمن لكم 100 مرة من الحاجات اللي هما بيشتروها من بره. انا رشيت عليه رشة سكر عادي، وحطيت عليها رشة ملح ليمون عشان تدي المزازة اللي هي في الستار ستيكس الجاهزة. تمام، بصوا بقى الجمال والحلاوة بتاعت الساور ستيكس بتاعتنا. عملناها في ساعتين بالظبط وطلعت معانا بمنتهى الجمال كده. اللي ما يعرفنيش او لسه بيتابعني جديد، انا ريهام. هستنى تطبيقاتكم وتعليقاتكم، واكتبولي حابين تعملوا ايه جديد. تمام، وياريت تجربوا الوصفة وتبعتولي رأيكم،
وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتتابعوني على الفيسبوك والانستا والتيك توك. يلا سلام.